خليكي تحسي كده بريحه حلوه، هتبقي نايمه مبسوطه ومرتاحه يعني. مساء الخير يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وفي احسن حال دايما يا رب. ان شاء الله فيديو جديد النهارده وكلام جديد طبعا كالعاده. انا اسمي ندى ودي قناتي مس ندى. لو انت اول مره تشوفيني او لسه مش مشتركه في القناه، بحاول اقدم حاجات تساعد البنات والسيدات في حياتها عموما، وفي مشاكل بقى بشرتها وجسمها واي حاجه. تمام، روحي اعملي سبسكرايب للقناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل حاجه جديده انا بنزلها. ولو عجبك الفيديو بتاعي النهارده يا ريت تدوسيلي لايك. الفيديو بتاعي النهاردة عبارة عن كام نصيحة اقولهم لك تعمليهم قبل ما تنامي على طول علشان تصحي فل شمعة منورة. اول حاجة هتعمليها هي انك هتحطي كريم فيه نسبة يوريا، تعمل تقشير خفيفة كده للاماكن الناشفة في جسمك، زي اولهم واهمهم وهي كعب القدم، ومعاه الحتة العظمى اللي بتبقى طالعة من اليمين دي او من الشمال، من في الرجل الشمال يعني وكده، والاماكن الناشفه زي الكوع وزي الركب. اي مكان ناشف عندك وهتلاقيه غامق وفيه جفاف شويه هتبداي تحطي من الكريم اللي فيه يوريا ده. تاني خطوه بقى، وانت بتحطي كريم التقشير لازم تلبسي شراب علشان يحافظ على الرطوبه اللي في رجلك او يحبس الرطوبه اطول فتره ممكنه. واحنا طبعا اتكلمنا عن الشراب ده كتير جدا، او ان امكن بقى لو ما عندكيش الشراب ده خالص، الشراب ده يا جماعه من جواه سيليكون كده، بصوا ملبل من جوه. لو ما عندكيش الشراب ده بقى حاولي انك تلبسي استريتش بتاع الاكل ده وتلفيه على رجلك كده، وبعد كده تلبسي الشراب شراب عادي. تمام. طبعا عندنا كريمات خاصة بتشققات القدم، ده مكتوب فيه برضو نسبة يوريا 10%، وموجود فيه حمض السلسليك وفيتامين اي لترطيب وجفاف القدمين. ده برضو بتاع اماندا كويس جدا. كرباميد ده اللي فيه نسبة يوريا 10%. وعندنا قلنا اليوريكير، في فيديو هسيبهولكوا في صندوق الوصف لازم تشوفوه. تاني حاجة مهم انك ترطبيها جدا قبل ما تنامي وهي منطقة شفايفك دي. فاحنا عندنا ابسط حاجة خالص الفازلين، لو ما عندكيش حاجة خالص الفازلين كفيل ان هو يرطب اي حاجة. لو عندك مثلا ليب بالم او زبدة كاكاو مش بترطب كويس، ممكن تحطي منها وتحطي عليها طبقة من الفازلين، هيضاعف معاكي الترطيب. وانا عندي الالوفيرا دي ليب بالم برضو ترطيبها حلو وبتعمل لون كويس. وانا كنت عامله معاكم قبل كده هنا على الصفحه ليب بالم من البيت، فدي فيها فازلين، فما بحطش فازلين، فدي كفايه جدا وبتدي لون وبتدي لمعه، بتدي لون ولمعه وترطيب. اتعودي دايما اي حاجة فيها مادة فعالة بتستعمليها لبشرتك تحطيها قبل ما تنامي. ليه؟ لان انت خلاص بشرتك رايحة ترتاح فهتنام، فهتمتص كل المواد الفعالة اللي انت حطاها على بشرتك. يعني مثلا لو حاجة فيها هيلورونيك اسيد، نياسياميد، ريتينول. احنا اتكلمنا برضو في فيديو قبل كده اللي فات على طول وقلنا ايه المواد الفعالة دي، واتكلمنا بكل حاجة بالتفصيل الممل عنها. اليوم اللي مش هتاخدي فيه شاور، احنا طبيعي في الشتاء بيجي علينا مش زي الصيف كنا ممكن ناخد شاور مرتين في اليوم او 3، بس بطبيعة الشتاء والجو اللي احنا فيه ممكن ما نعرفش ناخد ده كل يوم. فاليوم اللي انت مش هتاخدي فيه شاور حاولي انك تغسلي منطقة الاندر ارم بتاعتك، تغسليها كويس وتنشفيها كويس جدا، وما تحاوليش ان انت تحطي حاجه فيها قبل ما تنامي. ما تحطيش ديوترانت ولا اي بودر ولا اي حاجه عليها قبل ما تنامي، سيبيها كده ترتاح وتاخد نفسها، والصبح بقي حطي الكلام ده وانت مثلا خلاص بقى بتبداي يومك. انما وانت رايحه تنامي فحاولي ان انت تسيبيها ترتاح، يعني الكام ساعة اللي هتنامي فيهم. برضو حتة الشعر، ما ينفعش برضو انك تنامي واخدة شاور وشعرك مبلول يعني او مندي حتى مية وتروحي تنامي. لازم شعرك يكون ناشف تماما. مستعجلة انك تروحي تنامي او متأخرة على النوم فهتنشفي شعرك علشان خاطر الكمكمة، وكمان ده بيقصف الشعر. تاني حاجة وانتي رايحة تنامي حاولي انك تعملي حاجتين، يا اما تعملي ضفيرة هتخلي الشعر يقلل التساقط واللي هيشان معاكي، يا اما تعمليه كحكة عالية. كحكة عالية ان انتي ما تسنديش عليها وانت نايمة، لا كحكة ترفعي شعرك كده لفوق، الكحكة تكون هنا. فهسيب لكم صور هنا عشان تتخيلوا معايا. الكحكة تكون هنا، ده هيقلل معاكي ان الشعر ما يتقصفش بسرعة وما يتساقطش بسهولة. حجر القدم ده يعني يوميا تعملي بيه، مش هقولك بقى المبرد والكلام الفاضي ده، لا يا جماعة، انت مش بتعملي بديكير لرجلك كل يوم
وممكن مش كل اسبوع كمان، ممكن مرة كل اسبوعين، بس الافضل ان انت تعملي مرة اسبوعين بس. يعني نظرا لضيق الوقت لو عندك اولاد او عندك شغل او الكلام ده، فمرة كل اسبوعين مثلا. فده يوميا ان انت بتعملي بيه. بتتوضي، بتاخدي شاور، المهم ان كل يوم لازم تعملي بيه مرة على الاقل. طبعا ده استعماله مع الكريم مع الشراب، فبصراحة يعني اتفرجي على جمال ونعومة رجلك وما تجيش تشتكي من الخشونة، يعني انسي حاجة اسمها خشونة وجفاف والكلام ده كله. في حاجة مهمة جدا جدا كلنا بنهملها في الشتاء، وهي اننا اول ما يبدأ الجو يسقع خلاص الشبابيك تتقفل، مفيش نفس، الجو مكتوم، ريحة، يعني ان البيت كلها مكتومة، وده غلط يا جماعة. حتى لو بتصحي الصبح وبتنزلي لشغلك مثلا، بتجهزي وتنزلي، لا، افتحي الشباك نص الساعة اللي انت هتجهزي فيها، يجدد كده من نفس الأوضة، يهويها، ينعيشها شوية. الهوا بتاع الصبح ده بيبقى حاجة تانية خالص، وكمان هيهوي المكان اللي هتكوني نايمة عليه. دي أول حاجة. تاني حاجة بقى مهمة جدا وانت رايحة تنامي، لو عندك اي سبلاش ريحته حلوة او انت بتحبي ريحته، او عندك اي بيرفيوم معين، ممكن ترشي منه على المكان اللي هتنامي عليه، على السرير، على المخدة بقى، وعلى المكان اللي انت هتنامي عليه. هيخلي كده، هيخليكي منتعشة كده، ويخليكي تحسي كده بريحة حلوة، هتبقي نايمة مبسوطة ومرتاحة يعني. حاجة برضو مهمة جدا بقى، وهي الناس اللي قاعدة في البيت او السيدات اللي خلفت، ولدت لسه خارجة من عملية ولادة بقالها فترة، وطلع لها بطن بقى بتاعت ما بعد الولادة دي، كرش ما بعد الولادة، ومش عارفة تعمل فيها ايه. فحاولي انك قبل ما تنامي تتبعي قاعدة انك تشفطي بطنك كده، يعني لمدة دقايق، على قد ما بطنك تتحمل او على قد ما تقدري اعملي كده كل يوم. عملتي النهارده مثلا دقيقة، بكرة عملتيها دقيقتين، بعده عملتيها 5، عودي نفسك بقى ان انت ايه، حاولي تشفطي وترجعي تاني، تشفطي وترجعي تاني. المهم ان العملية دي تتكرر معاكي، هتلاقي الكرش بينزل او بطنك بتختفي او بتنزل مع الوقت. دي يعني انا شفتها كده في قناة رياضية، يعني حد بيعملها، يعني كوتش بتعملها في التمارين الرياضية، وبتقول ان هي ساعدت ان البطن تنزل. خطوة حلوة جدا، حاولي انك تعمليها، مش هتخسري حاجة، ولو عملتيها قبل ما تنامي هتفكرك كل يوم انك تعمليها. خلصت معاكم الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بس السبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس، على قد ما المعلومات بسيطة بس مهمة جدا جدا بالنسبة لي، وان شاء الله تبقى مهمة بالنسبة لكم. دمتم في رعاية الله، ومع السلامة.